هلو هلو، عاملين ايه النهارده يا حبايبي؟ تعالوا بقى النهارده اقول لكم على احلى تتبيله للكباب بمقادير بسيطه جدا، سهله جدا، سريعه جدا. انا هنا تبلت الكباب بتاعي من امبارح بالليل، مبيتاه في التلاجة. عملته ازاي؟ عملت 3 طماطمات، بصلايه كبيره، ملح وفلفل اسود، توابل، معلقه عسل اسود. مفيش عسل اسود يبقى معلقه سكر. تمام كده. انا هنا بتبله، ببيته في التتبيله من بالليل. ليه بنبيته؟ علشان يتشرب من التتبيله ويبقى جوسي لما نيجي نشويه. تمام. انا هنا هوريكم حاجه. انا هنا موضبه اللحمه. لازم لحمه الكباب تبقى متوضبه رفيع كده زي ما انتم شايفين. ليه؟ علشان لما نيجي نشويها ما تاخدش معانا سوا بسرعه وما تتحرقش معانا، وتبقى جوسي كده وجميله. انا هنا يعني احنا هنا هنتبل اللحمه زي ما انا متبلاها كده. شايفين دي عليها ايه؟ انا عملت ايه؟ بصلايه كبيره، طماطمتين، ملح وفلفل والتوابل بتاعتي، معلقه عسل اسود، وضربتهم في الخلاط. تمام. رحت نازله عليهم باللحمه وغمرتها كده زي ما انتوا شايفين الكلام ده كله. وبعد كده انا بيتها 24 ساعه في التلاجة. بعد ما بقيتها 24 ساعه في التلاجة، انا مش عايزه اقول لكم، انا لما جيت فتحت عليها كانت الريحه واو. اعملوها على ضمانتي، والله احلى من المطاعم، وهتتمتعوا بكل اكل انتوا هتعملوه بالتتبيله دي، بالذات الكباب. طبعا بعد ما بنتبلها كده، طبعا ان هتبعتيها مثلا تتشوي او انت هتشويها على الفحم مفيش اي مشكله. جربوها. ابعتولي قولوا لي ايه رايكم في التتبيله دي. تتبيله سهله جدا، سريعه جدا، اي حد يقدر يعملها. وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسونيش في اللايك واشتراك القناه. باي باي.